اصور لكم فيديو كده على السريع، بما ان ما صورتش الفراخ بتاعتي من زمان. ما شاء الله عليهم، ربنا يبارك فيهم ويرزقني منهم خير ويطعمني منهم خير يا رب، اللهم امين. طبعا الديوك الكبيره هنا ما شاء الله كبرت كده، وعايزه ابتدي ان انا اذبح الكبار اللي فيهم. دول دفعتين فراخ مع بعض يا جماعه، عشان كل اخواتنا اللي سالوني ازاي نقدر نضيف دفعتين فراخ مع بعض لما الدفعه الصغيره تكبر شويه. يعني دول مثلا لو عمره شهرين ونص الكبار اللي فيهم او 3، فالاصغر كان اصغر منهم بشهر او شهر و10 ايام. استنيت لما الصغيرين كبروا وبقوا مقربين ليهم في الحجم شويه، وقمت ضيفاهم معاهم. يعني ما يجيش يبقى عندي كتاكيت عمر شهر واجي اضيف معاهم كتاكيت عمر يوم، او عمر شهر ونص اقوم ضايفه معاهم كتاكيت عمر اسبوع. لا، تصبري شويه لما الصغيرين يبداوا يحصلوا الكبار شويه. فعشان الديوك الصغيره اللي في المجموعه اللي هي المجموعه الاقل اللي انا كنت ضايفاها، يعني شايفين الديك اللي هناك ده صغير، فيه عدد من الديوك الصغيره وعدد من الديوك الكبيره، لان عمرهم مختلف زي ما قلت لحضراتكم. فطبعا العدد الكبير انا هذبحه علشان الديوك الصغيره دي بقى اللي هناك دي تكبر بقى زي دول كده، وتجهل وتعرف تاخد راحتها في المكان وتاخد راحتها في الغذاء وتكبر. طب هم ما اذوش بعض؟ لا، ما اذوش بعض ولا اي حاجه، علشان المكان واسع، علشان يكون موجود فيه رف خشب كده في المكان يقفوا يطيروا عليه لو الديوك التانية جت تضربهم ولا حاجه من هنا، يكونوا كويسين معاكي.